حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما، هنحكي حدوتة صغيرة قبل النوم. في القطب الشمالي بعيد قوي عن هنا، عند التلج والبطاريق الشاطرة اللي بتعرف تصطاد سمك، كان في بطريق صغنون اسمه بينجو. بينجو كان طيب وحبوب، بس كان عنده حلم غريب شوية على بطريق. كان نفسه يبقى طباخ ماهر. كان بينجو زهقان من أكل السمك كل يوم. ايه ده بقى؟ هو كل يوم سمك مسلوق، سمك مشوي، وسمك ني. يا ربي، هو مفيش اكل تاني في الدنيا غير السمك ده؟ كان بيقول لنفسه وهو بيبص على أصحابه البطاريق اللي بياكلوا السمك بفرحة. وفي يوم بينجو شاف طحالب بحرية بألوان حلوة، أحمر وأخضر وأزرق، وقال: ايه ده؟ دي الوان طبيعية. انا هعمل احلى شوربة سمك في الدنيا، بس تكون ملونة. جاب بينجو أكبر حلة عنده وحط فيها سمك ومية، وبعدين مسك الطحالب دي وقعد يعصر ويلخبط فيها، وحط شوية من الأخضر وشوية من الأزرق، وبعدين قال: يا سلام! ايه رأيكم بقى لو نحط كل الالوان دي مع بعضها؟ وفعلا حط كل الطحالب. الحلة بدأت تعمل بقبقة وألوانها اتغيرت، أحمر على أزرق على أخضر، والشوربة بقت لونها عامل زي اللي بنشوفه في الحواديت عن الفضاء، وطلعت ريحة غريبة جدا. ميمو صاحبة بينجو الحكيمة جت وبصت على الحلة بعينها المستغربة وقالت: ايه ده يا بينجو؟ ايه اللي انت عامله ده؟ دي مش شوربة، دي لوحة فنية. ايه ده؟ هي مش حلوة؟ دي شوربة السمك الملونة، دي هتبقى طعمها حلو جدا. يلا يا اصحابي، مين عاوز يدوق؟ كل البطاريق جريت من ريحة الشوربة ولونها الغريب، وبينجو اكتشف إن الألوان الحلوة مش دايما بتعمل أكل حلو، وضحك بينجو على نفسه وقال: يمكن المرة الجاية اقلل الالوان شوية. ومرة تانية بينجو سمع عن حاجة اسمها كيكة، قال: كيكة. كيكة ايه ده؟ انا لازم اعملها. بينجو قرر يعمل كيكة التلج. جاب أكبر حتة تلج لقاها وقعد يشكلها على شكل كيكة مدورة، وبعدين لقى شوية توت أحمر حلوين حطهم على التلج وقال: يا سلام، دول هيبقوا زي الفاكهة اللي على الكيكة. وراح حاطط التوت فوق التلج. وكان بينجو فخور جدا بكيكة التلج بتاعته وقال: يلا يلا يا جماعة، أنا متحمس قوي، دي كيكة التلج جاهزة. المشكلة إن الشمس كانت طالعة قوية شوية في اليوم ده، وبينجو نسى خالص إن التلج بيسيح. البطاريق كلها اتجمعت، وبدل ما يلاقوا كيكة لقوا بينجو واقف جنب برجة مية صغيرة وفيها توت عايم. ميمو قالت له: ايه ده؟ فين الكيكة يا بينجو؟ انت اكلتها ولا ايه؟ هي راحت فين؟ وطبعا بينجو قال لها: الكيكة ساحت. قال بينجو وهو بيبص على البركة بحزن، ونسى إن التلج بيسيح في الشمس. كل البطاريق ضحكوا وبينجو ضحك معاهم، وقرر إن هو لازم يفكر قبل ما يعمل أي حاجة. المغامرة اللي بعدها عمة بينجو اللي كانت بطريقة كبيرة وحكيمة وكان اسمها العمة حكمة، شافت كل اللي بيحصل مع بينجو وقالت له: تعالى يا بينجو، أنا هعلمك حاجة. أخدته عمته بينجو للمطبخ، وبدل ما تعمل أكل عجيب وريته إزاي ينظم حاجته، وقالت له: بص بقى يا بينجو، عشان تعمل أكل حلو لازم كل حاجة تكون مترتبة. الأدوات تكون هنا، وكل المكونات تتحط هنا، وكل حاجة تكون لوحدها ومتنظمة. بينجو كان بيحاول يركز، بس كان بيتشتت بسرعة لما عمته قالت له إن هو يقطع السمك قطع صغيرة، بس هو قطعه حتت كبيرة. ولما قالت له يقلب ببطء
قعد يلف المعلقة بسرعة جنونية والشوربة طارت في كل حتة. طبعا عمته كانت بتحاول ان هي ما تضحكش وبتقوله بالراحة يا بنجو، كل حاجة بالصبر بتيجي وبتكون حلوة. بنجو اتعلم كتير من عمته واتعلم ان الترتيب بيخلي الحاجة اسهل وان الصبر اهم من السرعة. بعد كذا محاولة بنجو بدأ يتحسن وما بقاش بيعمل شوربة بألوان غريبة وما بقاش بيسيح الكيكة بتاعته، وبدأ يعمل أطباق سمك بسيطة بس طعمها حلو. يمكن ما بقاش أشهر طباخ في العالم، بس بقى البطريق اللي أصحابه بيحبوه وبيضحكوا معاه. وتعلم بنجو إن مش مهم تكون أحسن واحد في كل حاجة، المهم إنك تحاول وتتعلم من أخطائك وما تزهقش أبدا من حلمك. وبكده بنجو بقى الطباخ المغامر اللي بيخلي يوم صحابه مليان ضحك وسعادة. ايه رأيكم يا أصحابي في القصة دي؟ أتمنى إن هي تكون عجبتكم. أشوفكم في حدوتة جديدة. مع السلامة يا أصحابي.